السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة البسبوسة بطريقة سهلة جدا وبسيطة وبمكونات كمان بسيطة جدا، وهقولكوا التريكات والحركات اللي تخلي البسبوسة تطلع معانا ناجحة جدا من اول مرة، وتشرب الشربات بتاعها كله وتبقى مرملة ولونها جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده. بس تابعوني لحد اخر الفيديو، واللي لسه مشتركش في قناتي ياريت يشترك، واللي ما عملش لايك يعمل اللايك قبل ما يكمل الفيديو. كملوا الفيديو لحد الاخر هيعجبكم جدا ان شاء الله. يلا بينا نخش على المقادير، بس بوريكم الصينيه الاول. بجد طلع طعمها حلو جدا ومرمله وطعمها تحفه. يلا بينا نخش على المكونات. هنستخدم 3 كوبايات الا ربع دقيق من دقيق السميد، وعليهم ربع كوبايه من جوز الهند، و3 معالق كبار من السكر، ونص معلقة من البيكنج باودر. والبيكنج باودر ده مكون أساسي معانا في البسبوسة، عشان شفت وصفات كتير بيقولوا لا البيكنج باودر مش أساسي ومنحطش بيكنج باودر على البسبوسة. بالعكس، ده مهم جدا في البسبوسة ومهم جدا في نجاحها، عشان ده بيخلي البسبوسة تتنفس كده من جوه وتشرب معانا الشربات. من غيره بتبقى البسبوسة مكتومة. فنقلب المكونات الجافة كلها مع بعض، وبعد كده احط عليهم كوباية من السمنة السايحة، طبعا سمنة بلدي. ولو ما فيش سمنة بلدي وهنستخدم اي نوع سمنة من تاني، نحاول يكون السمنة تكون ريحتها حلوة ونوعها نضيف، عشان بتظهر جدا في البسبوسة وبتبقى واضحة. هقلب السمنة مع دقيق السميد كويس جدا، وهخلطهم ببعض كويس قوي، وهتأكد ان كل حباية من دقيق السميد اختلطت بالسمنة. تمام، هيبقى شكلها زي ما انتوا شايفين كده، عاملة زي الرمل المندي كده الجميل ده. تمام، كده بقى هابدأ أحط عليها المكونات السائلة. أول حاجة معلقتين كبار أو 3 معالق من السكر المتكرمل، ده اللي بيديها اللون تحفة، بيديها اللون اللي احنا بنشوفه دوت، اللي هو اللون البراون الفاتح أو الذهبي الغامق، بيديها لون حلو جدا اللي هي زي بتاعت بره بالظبط. هحط عليهم كوباية من الزبادي، وكوباية زيها بالظبط من اللبن. ولو لقيتها تقيلة واحتاجت معايا سوائل تاني هزودها لبن أو مية. وهحط عليها معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. لو مش عندي عسل الجلوكوز، إيه البديل؟ البديل معلقة كبيرة من الشربات التقيل البارد، أو معلقة كبير من عسل النحل، الموجود من التلاتة دول نحطه. هنقلب المكونات كده كويس جدا مع بعض. انا ما بقلبش البسبوسه كتير لان دي السميد بيشرب السوائل بسرعه جدا، فانا بس بمجرد ما اخلط المكونات مع بعض يبقى خلاص كده. انا حسيتها محتاجه شويه سوائل فزودتها معلقتين 3 كده من اللبن، وخلطتها كويس زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هجيب صينيه مقاس 30، ده باقول لكم القوام بتاعها بعد ما زودتها اللبن تاني. هاجيب صينية مقاس 30 وهادهنها بالسمنة. نسيت اخد السمنة اللي في الكوباية وحطيت سمنة تاني من العلبة، مفيش مشكلة. هانزل فيها الخليط بتاع البسبوسة، وهاوزعها كويس جدا في الصينية، وهديها خبطتين كده على الرخامة عشان يطلع اي فراغات جواها او اي هوا جواها، عشان تبقى مستوية كده كلها، وكلها حجم واحد وارتفاع واحد. هدخلها في فرن على درجة حرارة 180، هتقعد بالظبط من ربع ساعة ل20 دقيقة على حسب الفرن بتاعنا حامي ولا لأ. وهيطلع لونها دهبي زي ما انتوا شايفين كده وجميل. هسقيها بشربات سخن ويكون هي لسه خارجة من الفرن حالا. الشربات ده عبارة عن كوبايتين سكر وكوبايتين مية وعصرة نص ليمونة، وفي الآخر خالص بعد ما بطفي عليه بحط الفانيليا عشان تفضل ريحة الفانيليا قوية. من نجاح البسبوسة ان هي تشرب الشربات كله اللي بنحطه فيها، ما يتبقاش عليها شربات من على الوش. زي ما انتوا شايفين كل ما بحط لها شربات بتشربه، معنى كده ان البسبوسة دي ناجحة جدا. التشققات اللي انتوا شايفينها من على الوش دي، بمجرد ما البسبوسة بتهدى ونغطيها بتلم تاني، بيبقى الوش بتاعها متساوي وحلو جدا. انا بغطيها بورقة فويل او ورقة او ستريتش راب، وبعد كده بعد ما بتبرد بقطعها. المفروض اسيبها تبرد اكتر من كده، بس انا ما استنيتش عليها كتير يعني، وقطعتها بسرعة. كل ما بنستنى عليها وكل ما بتهدى، كل ما بتطلع معانا الخرط او القطع متساوية وشكلها متساوي اكتر. بس بجد والله كان طعمها خرافة، كان طعمها حلو جدا جدا جدا. جربوها وما تنسوش الطريقة مضمونة 100%. تمام. آم، هحطها قدامكم اهي. لونها حلو جدا ومستوية جدا من جوه، واللون الذهبي الحلو ده بسبب السكر المتكرمل اللي احنا بنحطه فيها، هو اللي بيديها اللون الجميل ده. بألف هنا والشفا. وما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنت الحلو. يلا مع السلامة.